قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير. الناس بياخدوا معلوماتهم من اي مصدر من غير ما يسالوا عن اصلها او فصلها، ولما يجوا على الشرع لازم يتفلسفوا ويقول لك جت منين. بس بقول لك ايه، انا مش هعمل حاجه غير لما افهم دي بالذات جت منين. كان في دكتور بيحكي بيقول افتكر اننا في اول بروتوكول لكوفيد 19 كنا بنكتب اصلا حاجه اسمها كلوروكين من ضمن العلاج، مع ان ده اصلا دواء ملاريا. مع ذلك كان اي حد بيتكتب له بيروح يجيبه وياخده على طول. الموضوع خلاص بقى وصل للناس اللي اي حد يجي له نفس الاعراض يقوم رايح واخده من غير ما يسال او من غير ما يستشير اي حد، لحد ما جت فتره وخلص من الصيدليات. وطول الفتره دي ما حدش سال ايه علاقه الملاريا بالكوفيد. وبعدين البروتوكول اتعدل وقالوا ان الكلام ده ملوش لازمه، فالناس بطلت تاخده. وبعدين اتحط بداله في البروتوكول دواء كده، وكان الدواء ده اصلا يعتبر دواء جرب وما الى ذلك، وبرده الناس راحت جابته ومحدش سال ايه علاقته بالكوفيد. لكن تيجي انت بقى تنقل كلام ربنا بتقول مثلا ان العسل فيه شفاء للناس، واحد يقول لك اثبت لي. انا يا عم عايز اعرف ازاي العسل ده فيه شفاء للناس، اللي هو حطه لي كده تحت الميكروسكوب، حلله لي فيزيائيا كيميائيا اي حاجه، المهم قول لي الاسباب. مش بس كده، لا ده انا عايز مصدر علمي للكلام اللي انت بتقوله. نفسي اعرف ليه لما نقول لك ان البروتوكول ده تبع منظمه الصحه ما تسالش وما بتقولش اي حاجه، او من اين لك هذا. واول ما نيجي نتكلم في الشرع تبدا بقى تطلع العالم والفيلسوف والمعارض اللي جواك. على العموم انت ما ينفعش تدور على تفسير لكل حاجه في الشرع، عشان صدقني لو دخلت في دوامه ليه هتتعب جامد قوي وهتطلع في الاخر انت الخسران. تدخل في دوامه ليه مش هتخلص، فانت من الاول حتى لو انت عارف الاجابه عشان ربنا امرنا بكده. لو واحد سالك احنا بنصوم رمضان ليه وقعدت تقول له عشان نحس بالفقراء وكده، هيقول لك ببساطه طب ما الفقراء ذات نفسهم بيصوموا معانا. ولو قلت له اصل الصيام مفيد للجسم، وده غير المسلمين كمان والغرب بداوا ان هم يعملوا حاجه اسمها الصيام والكلام ده كله، هيقول لك طب ليه من الفجر للمغرب؟ ليه مش من المغرب للفجر؟ طب ليه مش بنشرب ميه؟ طب ليه في شهر رمضان؟ طب ليه كفاره الافطار في رمضان اطعام 60 مسكين مش ولا 61 ولا 59؟ ليه نصاب الزكاه في الذهب 85 جرام مش 84 ولا 86 ولا 100 ولا 50؟ حرفيا هتتسأل مليون سؤال ليه مش هتلاقي ولا اجابه، ولو لقيت اجابه للسؤال ده مش هتلاقي للسؤال اللي بعده. فمن الاول كده تبقى اجابتك عشان ربنا امرنا بكده. بنصلي الفجر ركعتين عشان ربنا امرنا بكده. بنصوم رمضان من الفجر للمغرب عشان ربنا امرنا بكده. بنطلع في الزكاه ربع العشر مش العشر كله ولا نص العشر عشان ربنا امرنا بكده. والله لو العلم موافق الشرع في حاجه معينه فقشطه زي الفل، لا هيزود الشرع حاجه ولا هينقصه حاجه. الشرع مش معتمد على العلم. عملوا بقى دراسات على الحجامه وازاي ان احنا بنعمل حجامه، ولقوا ان الحجامه اصلا بتتخلص من الدم الفاسد في قلب الجسم وانها طلعت مفيده. حطوا العسل تحت الميكروسكوب وحللوه، لقوا ان هو فعلا ممكن ان هو يشفي لبعض الامراض. جربوا الصيام المتقطع ولقوا ان هو مفيد. مفيش مشكله لكل ده، بس برضه احنا بنعملهم اتباعا لاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واوامر ربنا سبحانه وتعالى. كل ده طبعا بعيد عن الناس اللي بيخترعوا، اللي هو بيستنبط لك الدين من قلب العلم. هو يجي يقول لك اثبتت الدراسات ان اكل عدد مش عارف ايه من التمر عمل مش عارف ايه وابصر ايه وكلام من ده كله. بيقول لك ان انت لو عملت كذا هتكون حواليك زي بالونه تحميك من الطاقه السلبيه ومش من الطاقه السلبيه. كلام ولا ليه اي 30 لازمه ولا ليه اي 30 سبب اصلا حقيقي او اي صحه. تخيل انك راجل مسلم وشايف ان الكلام اللي بيتقال ده عبيط اصلا، وازاي ان في حد يفكر ان هو يحاول يستنبط الدين من قلب العلم. تخيل بقى لو واحد مش مسلم او واحد مشكك اصلا في دين، او واحد من اللي بيطلعوا اليومين دول وشاف الكلام ده بقى وبص زقطه. فالجماعه دول بيضلوا الناس اكتر من ان هم بيحاولوا يهدوهم مثلا او يرشدوهم او يدعوهم لقلب الدين. هم بيزودوا الشك عندهم. وفي جماعه تانية من الناس بيقعدوا يستميتوا عشان يثبتوا خرافات، اللي هو يجي يقول لك لو جمعت حروف سوره مش عارف ايه وابصر ايه وقسمتهم على 1.3 وهيطلع لك مش عارف ايه، واللي هيتقب 365 يوم. ايه ده ايام عدد ايام السنه. تلاقيه بيتكلم ويرد على نفسه يقول لك انت تفتكر ده صدفه؟ لا طبعا، ده انت عارف ان 365 يوم ده ليه؟ عشان نقعد نقرا القران كل يوم في قلب السنه. تلاقيه بقى بيتكلم وعارف اللي هو ايه من طريقته اصلا، اللي هو انت بتقول ايه يا عم؟ انت بتخرف على فكره. في ناس سابوا الغايه الحقيقيه من العبادات وراحوا يتمسحوا في قلب العلم، اللي هو سابوا الصلاه والسجود وراحوا للدكتور الامريكي اللي بيقول لك ان اصل الوضعيه دي اللي هي الوضعيه بتاعت السجود دي الوضعيه المثاليه لوصول الاكسجين لقلب الجسم ومش عارف ايه وابصر ايه وسابوا الكلام الاولاني خالص وراحوا ورا واحد. اصل انت
اي كلمه امريكي فبتلاقي الناس بتلزق فيها وخلاص، تقعد تحزق وتتشال وتتهبد وتدلس في حقائق علميه وتتلحس في الغرب عشان تثبت اصلا صحه كلام الرسول او صحه كلام ربنا علميا، وفي الاخر شكلك هيطلع عبيط جدا. والحقيقه ان الاسلام غني عن كذبك وعن تدليس. المؤمن هيؤمن بكلام ربنا عشان ده كلام ربنا مش عشان موافق للعلم. وعموما اللي بيدور على سبب علمي في كل حاجه في حياته في قلب الدين فده محتاج يعيد النظر في ايمانه من جديد. بس كده، دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.